ازيكم اصدقاء ومتابعين دقة سريعة. الليلة هعمل لكم فسيخ بوصفتين دقة سريعة، وكل زول ومزاجه. اهم حاجة في الفسيخ انك تشتريه من زول مضمون وبتثق فيه، وبعدين تديه غسلة نظيفة من جوا ومن برا. تغسله تحت الماسورة والقشر بيطلع معاك عادي، ولو قوي ممكن تطلعه بالسكينة. هنشيل الأربع فسيخات الكبار لأنه اللحمة حقتهم بتكون كتيرة للفرن. هنخلي الفسيختين التانيات الصغار للوصفة التانية. الفسيخ اللي عايزين نفرمه هنقطع راسه وضنبه والزعانف، وهنفتحه من جوا ونطلع منه السلسلة الفقرية والشوك. أما الفسيخ التاني هنغسله من جوا ومن برا بس. هنقطع الفسيخ ونفرمه في المفرمة فرم ناعم. في شوية زيت هنشوح بصلة لغاية ما تصفر، وبعدين نضيف لها طماطماية وثلاثة 4 تومات مفرومات. ناس الغربة، الأنشوجة بديل ما بطال للفسيخ، لكن طبعا ما بتحتاج سوى نفس المكونات اللي قلنا دي مع علبتين 3 أنشوجة، يعني ما بطال. برضو في شوية زيت هندي السمك المفروم شوية تشويحة كده. ونضيف له الطماطم والبصل والثوم اللي جهزناه قبل شوية. ملعقتين صلصة وملعقتين دقوة، وندوبهم في نص كوباية موية ونضيفهم للفسيخ. ملعقة كزبرة وشوية فلفل وشوية شطة ونلخبط. نزيد شوية موية شوية زيت لغاية ما نصل للقوام المطلوب. وزي ما بيقول المعلق بتاع الكورة، هنا سأتوقف قليلا. اتمطق واتمطق وما فيها حاجة، عادي عادي. معروفة القصة، شطة كتيرة، ليمون كتير، بصل كتير، وبارد. الوصفة التانية بسيطة جدا. زيت هنحط فيه السمكات دقيقتين 3 بس، يا دوبك كده يتشوحوا، لو خليناهم اكتر من كده بيتهردوا. فعرفتوا الوصفة دي للنمط، عرفتوا ناس النمط، ما في داعي اوريهم لك. لو وصلتوا معانا المرحلة دي من الفيديو، إذا انتوا ناسنا أو حتبقوا ناسنا، فدعمونا، اعملوا لنا لايك وشير وكومنت، وشكرا لكم. دقة سريعة.